الأكلة اللي كله كلها بعد صلاة العيد، الكشري المصري، أكلة حرشة، أكلة أصلية مصرية خطيرة. ده ربع كيلو حمص نقعته لمدة ساعة كده في مية سخنة، وبعد كده شطفته كويس جدا، وبعدين حطيت له مية وهحط له ملح وكمون وهحطه على النار لغاية ما يستوي. وهنا حطيت مية المكرونة هناك فيها ملح وزيت. وهنا بقى قطعت بصلاية ونص كده سلايس كده زي ما انتوا شايفين عشان نعمل ايه البصل المقرمش بتاع الكشري. وحطيت له شعرة ملح بسيطة وسيبته بقى ايه، حطيت شوية زيت كده ونزلت ببصلاية ونص متقطعة كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى على جنب واحمر هنا بقى ايه كوباية شعرية. احنا بنحب الشعرية فيه كتير، لو انتي مش بتحبيها كتير براحتك خالص يعني. كوباية شعرية حلوة اوي. بعد ما الشعرية اتحمرت بقى ايه هحطها على جنب، هسيبها على جنب واشوف بقى ايه الحمص استوى ولا ايه لسه شوية. وهنا هسقط بقى المكرونة، كيس مكرونة سباكيتي وكيس مكرونة اللي هي المقصوصة. تمام. وطبعا مية المكرونة فيها ملح وزيت وبس، وهسيبها بقى على جنب تغلي. والبصل كده بتاعي يكرمل معايا اهوت وبقى زي الفل. هشيله بقى في طبق وهسيب شوية في الزيت. عايزة اقول لكم طعمه خطير، جربوه بطريقتي هيعجبكم قوي. ده ربع كيلو عدس بجبة نقعته برضو لمدة ساعة في مية سخنة عشان يستوي بسرعة. وبعد كده نزلت بقى بالعدس ونزلت بمية غطيته بالمية وحطيت له ملح وكمون وسبته بقى على جنب عشان يستوي. تمام. وهنا المكرونة بتاعتي اتسلقت صفيتها وحطيت شوية زيت كده وقلبتها في شوية زيت بملح وفلفل وشعرة فلفل اسمر بسيطة. هنا خلاص العدس بتاعي استوى، نزلت بقى ب3 كوبايات رز. وهزود المية، طبعا الحتة دي اتقصت، الحتة دي ما اتصورتش. زودته مية وحطيت له 7 بهارات، وطبعا احنا حاطين ملح وكمون خلاص. واول ما اتشرب وطيت عليه النار خالص وسبته بقى مع نفسه. هنا بقى حطيت ايه، تعالوا نعمل الصلصة بقى بتاعت الايه الكشري الخطيرة. حطيت شوية زيت ونزلت بقى بنص البصلاية اللي انا كنت شلتها في الاول، ونزلت بمعلقة توم كبيرة. واول ما اصفر ذهبي كده نزلت بمعلقتين صلصة وبعدين شفشق طماطم، ده حوالي كيلو طماطم. نزلت بقى بكمون وفلفل اسمر ومعلقة ملح ومعلقة سكر وسبتها على جنب بقى مع نفسها. هنا بقى تعالوا نعمل الدقة او الدقة. حطيت معلقة توم كبيرة وحطيت ملح وكمون وحطيت ربع كوباية خل وحطيت كوباية مليانة كوباية كبيرة مية، بس تكون مية سخنة. خلاص. تعالوا بقى نعمل الشطة دي، معلقتين شطة كبار كده حطيت عليهم من الصلصة بتاعة الكشري، بتبقى خطيرة دي بقى. الشطة الخام خطيرة، تاخدي منها سنة بس ما تاخديش منها كتير، ما فيش منها لان هي بصراحة حراقة جدا جدا. خلاص كده الصلصة بتاعتي اتسبكت، زودتها بقى كوباية مية ودلوقتي بقى يلا نغرف. بصوا الرز مفلفل حباية من بعد حباية ولونه زي بتاع بره بالظبط. غرفت بقى الرز وبعد كده المكرونة وبعد كده حطيت الحمص وبعد كده هنحط الصلصة وبعد كده هنحط البصل المكرمل بتاعنا المقرمش العسل. خطير، جربوه بجد خطير. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو استفدتي من الفيديو ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. وقدموا بقى جنبه الدقة والشطة وكلوا بقى وبألف هنا وشفا. خطير، جربوه هيعجبكم قوي، احلى اكلة بصراحة. كل الناس كلتها بعد صلاة العيد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم جدا، سلام عليكم.